تاع النجوى الرزقي اللي هي كانت اكبر ثاني منظمه يعني جماهيريه عارضت بن علي بالفعل. تم اختطافي في مره اولى، ثم تم اختطافي في مره ثانيه، ثم مره تم اختطافي، يعني 3 مرات اللي دخلت فيهم للسجن عن طريق عمليه اختطاف من البوليس السياسي، مرتين في المهديه ومره في تونس. اقساهم الحقيقه الثالثه في سنه 2009 22 اكتوبر، يعني قبل 3 ايام من الانتخابات. خلينا نحكي على هذه بالتحديد لان كانت هي التجربه القاسيه اللي عشتها في السجن في المرنقيه. وطون نحكي لكم على طرفه في نفس الحكايه هذه اللي هي طرفه مؤلمه يعني في اطار العداله الانتقاليه هذا زاد. انه يتم اختطافي من قبل ما يقارب 25 بوليس سياسي، ثم يقتدوني من ساحه برشلونه الشارل دي جول على القدمين، يعني نمشيو على لا، وفي كل 20 30 متر يطيحك يكركرك 10 15 متر في الكياس والدنيا سيف. يعني ما زلت ما شتتش الدنيا، يعني الناس الكل تشوف فيك ويتعاملوا معك على اساس مجرم حق عام، لانه بن علي كان ذكيره وفي محاكمات طلبت الاتحاد العام طلبته كان يلف قلم تهم حق عام، وهذا عملت لنا مشكله مع وزاره العدل في علاقه بشهادات العفو. العديد منا ما زال لم يتمكن من حتى اخذك الورق اللي على الاقل فيها نوعا ما من رد الاعتبار نتاع انه راهو سجين سياسي. ثم يتم تعذيبي في مركز شارل دي جول مدة 4 ساعات دون توقف. أشرف على تعذيبي مصطفى البابوري وزملاء وننسى اسم واحد اسمه سامي وواحد اسمه ما نعرفش ننسى اسمه من المهم. نصف الليل بالضبط براتيكمون قصوا على التعذيب وعداوني مباشرة للشارنيكول، ثم نتعدى للسجن. بالطبيعة السجن يعني الناس الكل تعرف المراقبة وما إلى ذلك، لكن المشكلة في الإيقاف هذايا أنه يلز يعذبوك يلز يلفقوا لك التهم لانك فضحت نظام بن علي في البريود هذيك في علاقه بالتعذيب وانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات وما الى ذلك، ثم يخليوك نون ديكلاري وانت في السجن قرابه الشهر، يعني عائلتك واصدقائك واصحابك ما يعرفوا عليك حتى حد الى ان برشا ناس اعتقدت لحظه بالله يا سياب ما يسالش 20 ثانيه اخرى. انت تعتقدت انك مت. الطرفه اللي قلت شنو هي الطرفه؟ الطرفه انه الناس اللي تشرف على تعذيبك والناس اللي عذبتك يعني وشردتك وحرمتك من قرايتك، وعلى فكره اضربت عن الطعام في سنه 2009 لمده 59 يوم، وهذا نتذكر وكان يتذكرها مليح وكان سندنا يعني. انهم اليوم يحوسوا من الناس اللي عذبتني انا ايامات الثوره. اصلا معز العويني اليوم نلقاوه ترقى رئيس منطقه في باردو والعديد من الاسامي الحقيقه. خلينا نشوفوا توا مع سي شكيب. كنت تسمع يعني هذه مش عينه معناها، فقط خذينا امثله بسيطه جدا. هل المشروع العداله الانتقاليه سينصف هؤلاء وغيرهم؟ والله